دي اول عربيه تصنعها مصر. والله زي ما بقول لك كده، مصر صنعت عربيه سنه 1960 وسموها رمسيس. هي مصر ما صنعتهاش قوي يعني، بس صنعت 30% منها، خصوصا الجسم الخارجي. صناعه يدويه مصريه مليون المية. العمال كانوا بيدقوها على ايدهم على اسطمبات خشب، علشان كده طلعت مربعه زي ما انتم شايفين كده. بس الموتور كان الماني، و70% من مكونات العربيه كانت مستورده لكن متجمعه محلي. العربيه ديت كانت من انتاج شركه السيارات المصريه، واول ما نزلت السوق الدنيا زاطت. عبد الناصر اشتراها، الوزراء جابوها، الفنانين عملوا لها اعلانات، الحكومه نظمت لها موقف في الشارع علشان الشعب يشوفها. 1000 واحد كان عايز يشتريها حرفيا. الصحف قالت لك الحلم اتحول لسياره، دي وصلت اوروبا يا راجل. والمجلات كتبت ان عربيه رمسيس عبرت جبال الألب في اوروبا وما عطلتش. هي وسعت منهم شويه بس مش مشكله، عربياتنا برضو بنصيطها اهو، اسمنا كنا بنحاول. بس العربيه رمسيس وقف انتاجها سنه 1972 بعد ما شركه النصر للسيارات اتعاقدت مع شركه فيات الايطاليه علشان تجمعها في مصر. ونزلوا بالتقيل بقى، فيات 1100، 1300، فيات 127، ومعشوقه الجماهير 128. شركه النصر كمان كانت بتصنع اتوبيسات وعربيات لوري. شايفين الاتوبيس عامل ازاي؟ هيقع على جنبه من الحموله، بس اسد على الطريق، ده من كتر قوته واحد بسم الله ما شاء الله متشعبط على الفانوس. ولا اللوري اللي جنبه شايل عمال مصنع بحاله دفعه واحده وماشي ولا همه. ده احنا لو كنا فضلنا نصنع العربيات بالقوه دي مع حبه التكنولوجيا بتوع اليومين دول، كان زماننا دلوقتي بنصنع طيارات.